خلصت الفيزياء خلاص. المادة اللي بقالك شهور قد كده عمال تدرس فيها، وحديثة وكهربية ودينامو وحوارات مقرفة. فانت افرح اذا كان انت حليت كويس او حليت وحش، فانت افرح ان انت اصلا خلصت منها. يعني دي لوحدها فرح ان انت خلصت منها، دي مش هذاكرها تاني ان شاء الله. دي لوحدها حاجة كبيرة جدا صدقوني. بس خلي بالك، الكيمياء والاحياء بيجوا جلد. يعني بص، هو صراحة ترم بيجي كيمياء صعبة، ترم بيجي الفيزياء صعبة. يعني هما بيبدلوا كده كل ترم. ترم ايه، كل سنة حاجة بتيجي سهلة وحاجة بتيجي صعبة، بس الأحياء على طول بتيجي صعبة، فاطمن يعني. بس بهديك يعني اطمن، الأحياء على طول بتيجي صعبة، خلي بالك. يعني أنا الحمد لله لحد دلوقتي في الأحياء أنا مش عارف هي ليه أربعة مش صفر، أو ليه صفر مش أربعة. يعني أنا دماغي لفت في السؤال ده، أنا عملتها صفر وهما بيقولوا أربعة. يعني بص، في أسئلة أنت ممكن تتخرج وتخش الجامعة وتخلص في الأحياء دي وما تبقاش عرفت أصلا هي إيه إجابتها أصلا. السؤال المهم، جه بقى يوم الانجليزي مشكلته بس ان هو فيه 3 ايام. الانجليزي مشكلته مش كحفظ جرام، مشكلته ان ناس كتير قوي ما بتحفظش الكلمات، وانا كنت منكم يعني الحمد لله. ولكن فانا النهارده جاي اقول لك الانجليزي الدنيا بتاعته هتمشي ازاي في ال3 ايام اللي انت عندك دول. بص، اول حاجه عايزينها في الانجليزي بتقسم ليه. الانجليزي بيتقسم لكلمات وجرامر وتراكمي وسكيلز. السكيلز دي بقى اللي هي الباراجراف والايميل والحاجات دي كلها، وقصه يعني، والقصه كمان. فانت محتاج تاخد كل فرع من ده تخلصه على طول وتخش على الفرع اللي بعده، علشان تكون مستريح كده وبتحل بسرعه والدنيا تكون سهله. حاجه في الانجليزي، انت لو انت فاهم المدرس اللي معاك خلاص كمل معاه. طب لو انت مش فاهم، في مراجعات كتير جدا على اليوتيوب وناس بتخلص الدنيا بسرعه. فانا هسيب لك المدرس اللي حرفيا يعني ظبط لي الدنيا في الاخر، هسيب لك قناته تحت في الوصف. ومش هسيب لك قناه، انا هسيب لك كل فيديو انا هتكلم عليه النهارده. بص، اول حاجه انت عندك المراجعه بتاعه السكيلز والقصه والجرامر والكلمات كلها في 11 ساعه بس. يعني 10 ساعات وشويه كده، كلها يعني في 10 ساعات ونص تقريبا. فانت عندك 3 ايام. اول حاجه انت تخلص المراجعه دي في يوم، يعني نص. انت كده خلاص يعتبر النهارده ده نص يوم، لان انا بصور لك الفيديو عشان مفيش وقت. اللي هو يوم 26، النهارده 26. فانت عندك نص يوم هتخلص فيه. قول مثلا نص المراجعه، وهتاخد جزء من الكلمات. تمام، نص المراجعه هتمشي بالترتيب اللي هو عامله. وهتبدأ بقى في نص اليوم التاني اللي هو بكرة. هتعمل ايه بقى؟ هتاخد نص المراجعة وتكمل الكلمات. وخلي بالك يعني الكلمات هو كاتب لك اهم الكلمات اللي انت محتاجها. فانت مش هتبقى متلخبط كتير، لا انت بص يعني هفهمك التقسيمة هتبقى عاملة ازاي. اول يوم اللي هو النهاردة اللي هو يوم 26، اللي هو خلاص يعتبر انت نص ضاع. فانت هتاخد النص ده وهتحضر فيه 5 ساعات من المراجعة. وحاول ما تجريهاش، لو على حسب مستواك، لو انت مستواك حلو جري، لو انت مستواك مش حلو بالراحة كده عشان الحاجة تثبت في دماغك. بالذات الكلمات يعني بالراحة، عشان تعرف هو بيترجم وهو بيعمل، تبقى الموضوع لازق في دماغك اكتر. اليوم التاني ده اللي هو بكرة اللي هو يوم 27، انت المفروض تبدأه من الساعة 3 الفجر. يعني ده افضل وقت عشان انت خلاص معكش وقت اصلا. فلما هتبدأه الساعة 3 الفجر يبقى عندك وقت كبير ان انت حتى تحل استرشادي، تحل سنين سابقة. هتبقى الدنيا احسن شوية. طب انت ما بتعرفش بقى تذاكر الكلمات، هتذاكر الكلمات ازاي؟ انت هتذاكر الكلمات على شكل جمل. يعني هتجرب تحط كل كلمة في جملة، وصدقني دي احسن طريقة. لان انت الجملة على بعضها تلبس في دماغك. لكن الكلمة لما تحفظها لوحدها مش هتعرف تحفظها. لكن لو انت حفظتها في شكل جملة، يعني مثلا لو كتبت كل كلمة عليها جملتين، صدقني الموضوع مش هياخد منك دقيقة وتبقى حفظت الكلمة. هو ده. وتحاول دايما في طريقه حلوه للكلمات. اول حاجه انك تعرف تقراها. انت لما تعرف تقرا الكلمه صدقني انت هتحفظها بسهوله جدا. احنا مشكلتنا في حفظ الكلمات مش ان هي صعبه، مشكلتنا ان احنا بننطقها غلط. فما بنعرفش نكتبها، فما بنعرفش نحفظها. فانت هتعرف تسمعها من المدرس كويس وتكتبها. وحتى اقول لك طريقه، لو انت بتنسى المدرس قالك ايه، اكتبها بالعربي بطريقه بالانجليزي، فاهم؟ يعني ايه زي الفرانكو كده، اكتبها تحتيها بالطريقه اللي المستر بينطقها بيها بالعربي. عشان تقرا الكلمه بالعربي تعرف ان ده الانجليزي بتاعها. وتقسم الكلمه الكلمه الانجليزيه تقسمها على، يعني مثلا الكلمه 6 حروف، تقسمها 3 و3. دي برضه طريقه هتساعدك في الحفظ بسرعه. ولكن افضل طريقه انا بقول لك عليها شكل الجمله، ان انت تحط الكلمه في جمله ودي هتحفظها لك بسهوله. بقى ان انت تقعد تكتب الكلمه وتنزل بيها عواميد، صدقني الطريقه دي بتضيع وقت وما بتستفادش منها حاجه. هو موضوع الجمل لو انت كتبت جملتين على كل كلمه صدقني انت هتفتكر الجمله فهتفتكر معنى الكلمه. هو ده المغزى اللي احنا عايزين نوصل له، ان انت تفتكر الكلمه من الجمله. لما لما تفتكر الجمله في دماغك تفتكر الكلمه بتاعتها، والجمله دي انت بتعملها زي ما انت عايز بقى. انت كده احنا كل ده بنتكلم في المنهج بتاعك، مش بنتكلم في التراكمي. التراكمي ده بقى هقول لك موضوع في الاخر.
يا ريت تبدا في الانجليزي من دلوقتي، ما تقولش اليوم بتاع الامتحان ده انت ما ذاكرش فيه، لان صدقني صدقني ما فيش وقت في الانجليزي بالذات. 3 ايام دول يعني انا حاولت ان انا اكربسهم لك على قد ما اقدر عشان تقدر تخلص الدنيا. يعني ان تصل متاخرا خيرا من ان لا تصل، فانت حاول اعمل اللي عليك وخلاص. حتى لو انت ما كنتش بتذاكر طول السنه فخلاص، انت لو اجتهدت في 3 ايام صدقني صدقني الامتحان الانجليزي بيجي امتحان الانجليزي بيجي كده بايه، بنحله كده بطريقه حماده. بس ما تعتمدش على كده طبعا، بس انا بطمنك يعني. فانت اهتم بالانجليزي من دلوقتي، ذاكر من دلوقتي وامشي على الطريقه اللي انا قلت لك عليها، صدقني صدقني هتحل الدنيا على طول. فانت كده لما تبدا تاني يوم الساعه 3 الفجر، ناقص لك نص الفيديو اللي هو بتاع ال10 ساعات، تمام؟ ناقص لك النص، يعني مثلا قول 5 ساعات او 6 ساعات. هتحضرهم من الساعه 1. قول مثلا هتحضرهم من الساعه 3، 4 5 6 7 8. خلصهم في 6 ساعات؟ لا، انت هتخلصهم لحد الساعه 1. يعني معاك شوف كام ساعه زياده احتياطي كده، لان انت اكيد مش هتخلصهم بالظبط. انت بتقعد في الساعه بتقعد ساعه ونص ولا ساعتين. فانا حاطط لك ان انت هتبدا الساعه 3 وهتخلص الساعه 1، وهتنام لك ساعتين. هتنام ساعتين يعني هتنام لحد الساعه 3، من 1 ل 3. هتصحى بقى تعمل ايه كده؟ انت خلصت الجرامر وخلصت الكلمات، وحتى لو كلمات نص نص تقدر كل شويه تقعد تراجع عليها او تاخد جزء جزء عادي براحتك، شوف انت عايز تحفظ الكلمات ازاي. وخلصت السكيلز وخلصت القصه. كده انت ناقص لك ايه؟ التراكمي. التراكمي ده بقى هنعمل فيه ايه؟ انت كده عندك من اول الساعه 3 لحد بقى اخر اليوم هتعمل ايه؟ هتقعد تسمع التراكمي. هتقعد تسمع التراكمي بس، يعني انت الكام ساعه دول هتقعد تسمع فيهم التراكمي بس. خلاص انت كده خلصت الجديد، هتقعد بقى تسمع في التراكمي. يبقى نص اليوم التاني هتقعد تسمع فيه التراكمي بس. وتشوف لو هو المستر حل عليه حل عليه. انا على العموم لو لقيت اي فيديوهات مهمه شوفها تحت في الوصف، لان انا هسيب لك فيديوهات تحت في الوصف. كل اللي انا بتكلم عليه ده هسيبه لك تحت في الوصف، وحتى الكتاب اللي المستر بيحل منه هتلاقيه في وصف الفيديو بتاعه. فانت الموضوع عندك هيبقى سهل. شوف انت عايز تطبعه بقى ولا عايز تشتغل بيه كده. وخلي بالك المستر ده بيتهيألي برضو عامل نفس المراجعه دي، ولكن على المنصه. يعني المراجعه اللي انت هتشوفها دي مراجعه كانت على امانه. يعني المراجعه اللي انا هسيبها لك دي اللي انا دفعت فيها فلوس، هو عامل واحده جديده. فانت شوف الاريح لك، عايز تحضر دي عايز تشتري بتاعت المنصه، هو سايب كل التفاصيل عنده، انا ما اعرفش صراحه. طيب دلوقتي بقى نيجي لليوم الثالث اللي هو يوم 28 اللي هو قبل الامتحان بيوم. اليوم ده هنعمل فيه ايه؟ اليوم ده عندك فيه 8 ساعات بس هتحل فيهم استرشادي. 8 ساعات هتحل فيهم استرشادي. ابدأ برضه يومك الساعة 3 الفجر، اقعد شوف المستر وهو بيحل الاسترشادي. الاسترشادي يا جدعان بيقولوا بتاع السنة دي مهمة، عندنا ما كانش بيجي منه كتير، ولكن انا سمعت ان هو السنة دي مهمة وجيب منه حاجات كتير. فانت هتقعد هتقعد ال8 ساعات دول تحضر فيهم استرشادي بس. شوف هو هيبقى سأل لك 12 استرشادي. شوف بقى انت هتحل 5 هتحل 6 هتحل 7 على قد ما تقدر تحل. حل بس المهم تكون حل شوية. والنص اليوم الباقي بقى، يعني احنا كده خلاص اخر يوم ده خلصنا نصه 8 ساعات في الاسترشادي. هنقعد الباقي بقى نعمل ايه؟ هتقعد بقى تراجع. اول حاجه هتحل مثلا امتحان 2024 و2023 مثلا على الاقل، يعني امتحان سنتين سابقه. شوف بقى انت تقدر تحل قد ايه، وهتقعد تراجع الكلمات. يعني انا المهم عندي الكلمات. الجرامر كده كده هو بيكون تراكمي، والجرامر اكيد انت عارف منه حاجات. حتى لو مش عارف منه حاجات الجرامر يا دوبك هتحل عليه الموضوع هيثبت. ولكن الكلمات انا عارف ان الكلمات دي اصعب حاجه بتواجهنا في الانجليزي كلها. فانت الكلمات هتقعد بقى تراجع عليها كل شويه. تقعد كان في موقع كده انا مش فاكر اسمه، بتكتب الكلمه بيجيب لك كل المشاهير اللي قالوا الكلمه دي. ولكن صراحه الطريقه دي يعني مش حلوه. هي افضل طريقه لمذاكره الكلمات ان انت تحطها في جمل او تقسمها لنصين.